هذا البرنامج برعاية مشفى فرمان. مشفى فرمان بكافة الاختصاصات: جراحية، تنظيرية، عظمية، نسائية، داخلية وأطفال. قامشلو، طريق الحسكة. مساء الخير لكل متابعينا ومشاهدينا عبر البث المباشر بوير عربي، أيضا عبر الموجة 103.5 اف ام. حلقة جديدة من برنامج صحتك بالدنيا. رح كون أنا معكم من وراء الميكروفون عماد خلف، وضيفي عبر الهاتف الدكتور ياسر أحمد، اختصاصي بأمراض الكلية، لنتناول موضوع مهم كتير وهو بخص شهر رمضان ومرضى الكلية. يا ترى مين هن اللي فيهم يصوموا شهر رمضان، ومين هن اللي ما فينهم يصوموا شهر رمضان؟ العديد من الأسئلة رح نطرحها على ضيفي عبر الهاتف الدكتور ياسر أحمد. يسعد مساك دكتور. سعد مساك، يا هلا استاذ عماد. متشكر شكرا كثير. شكرا لك على الاستضافة وأخذ وقتك. أيضا رمضان كريم عليكم وعلينا إن شاء الله. علينا وعلى الجميع آمين يا رب. ان شاء الله. دكتور، بالبداية لو تعرف المستمعين أو لحتى مستمعينا يستفيدوا من هالحلقة هاي، يا ترى مين هن اللي فينا نصنفهم أنهم هدول مرضى كلية يعني؟ هلا مرضى الكليه، مرضى القصورات فينا نصنفهم، مه. مرضى الانتانات البوليه، نعم. مرضى البيله البروتينيه، البيله الدمويه. مه. يعني هلا احيانا مو شرط يكون عنده في كرياتين ناقص زايد لنقول انه مريض كلوي. نعم. اما المريض عنده بيله دمويه، بيله بروتينيه. مه. حتى مرضى الضغط لهم علاقه بمشاكل الكليه. تماما. دكتور، يا ترى المستمع عم يسأل حاله، يا ترى الصوم أو الصيام بيأثر على الموضوع الكلية؟ حتى يعني الأصحاء يعني الصيام بيأثر على الموضوع الكلية؟ شوف، هلا في عنا قاعدة أساسية، هي موضوع التجفاف والسوائل. مه. ما زال المريض بشكل عام أو أي تمام. إنسان عم يصوم ما بيأثر على الإدرار، بياخذ سوائل بشكل جيد. القاعدة عم بحكي لك، تماما. معنا أمورنا بخير هي. مه. عم بحكي عن القاعدة. أكيد. أما عند المرضى ومرضى الكلية خصوصا إنه في صوم ما في صوم، كمان هون في عنا ما في قاعدة ثابتة، ولكن كل مريض فينا نقول له يعني تفصيلته أو مقاربته وطريقة صومه، أو مو طريقة صومه، فينا نقول إنه يصوم ما يصوم. كل مريض لحاله بيكون وضعه تماما. خاص، بده استشارة طبية مه. قبل الصيام، قبل شهر رمضان طبعا، مه. ومتابعات خلال الشهر الفضيل أكيد. تماما. إنه أقول لك المريض هذا خلص ما بده يصوم، هاي ما قاعدة ثابتة. بس فينا نفصل يعني شوي مه. بالموضوع. يعني هلا مريض عنده حصيات كلوية، تماما. وضعه مستقر، شاب مثلا، مه. حصية كبيرة يعني، مه. ثابتة صار لها سنوات يعني. نعم. وبعد الإفطار عم يشرب سوائل بكميات جيدة منيحة، إدراره جيد. مه. يعني أكيد فينا يعني ما فينا نمنعه عن الصوم يعني. تماما. طبعا مع مراقبة أكيد. نحن بننصح عادة مرضانا أنه بعد كل أو في كل أسبوع مه. يعملنا تحليل كرياتينين، نشوفه مه. الحالة العامل حالة للكلية مثلا. السوائل ما هدول كيف وضعهم. إذا الكرياتين جيد، أموره جيدة، حالة العامل مستقرة، مه. فيه يصوم بكل أريحية أكيد يعني. تمام. أما مريض، يمكن مريض ثاني يكون، نفترض مريض سكري، مه. هدول بيتعرضوا للاكتشاف أكثر، كبار عنده السن. حصيات، حصية متحركة قابلة للتحرك، مه. أو عم يجي له قولنج كلوي، مه. ألم، بحاجة إلى أدوية ومسكنات. مه. أكيد ما بننصحه يصوم، لأنه ممكن تأثر على وظيفة الكلاوي عنده، مه. نكون يعني أذينا للمريض حقيقة يعني. أكيد. مريض مه. عنده مه. تفضل. تفضل دكتور. خلينا كان تفضل. مريض عنده قصور كلوي. نعم. هلا مريض عنده قصور كلوي درجات خفيفة، كمان مثل ما قلت لك حالته العامة جيدة، ضغطه مستقر. مه. مريض سكري، بتعرف انه اغلب تمام. المرضى مرضى السكري والضغط. أكيد. ضغط سكري مضبوط، الضغط مضبوط. انت عم تراقب خلال اسبوع زمان، مه. الادرار عنده ما في تجفاف، ما في قلة البول عنده، مه. وعم يشرب سوائل بعد الافطار بشكل جيد، مه. بما لا يقل طبعا حسب الحالة يعني، أكيد. عادة بما بين لترين ثلاث
دكتورة يعني مهم. أنا ما بظن في أي إشكال بالموضوع. تمام. مرضى أما مريض قصور كلوي حاد مهم. متعرض لنفترض نوبة عنده إسهال معوي أو نزف، تجي تقول للمريض إنه صوم، هي حقيقة عم نعمله إشكال، مخاطرة مفروض ربما. مخاطرة بحياته. مهم. أكيد لا، هلا بعد الصيام إن شاء الله إذا بعد شهر رمضان وصح مهم. فيه يصوم أكيد مرة ثانية. مهم. تمام. مرضى الغسيل عندنا كمان في فئة من مرضى الغسيل عندنا. مهم. هلا مرضى الغسيل عادة ننصحهم اللي حالته العامة جيدة طبعا وياخذ جلسات الغسيل بشكل جيد. مهم. هلا يوم الغسيل بحد ذاته آه، نمنعه لانه في فلتره، في شوارب عم تفوت على الجسم. مجهد هلا ممكن هذا ربما. يمنع حتى غير الموضوع الطبي، مهم. ممكن يكون يمتنع عن الصوم. اما ايام العاديه مهم. فيه يصوم بشكل مريح يعني، خصوصا اذا حالته جلسات الغسيل تكون عنده جيده يعني مهم. ما بتاثر على حالته العامه بعاده يعني. مهم. لذلك كل مريض ما في يحدد لك المريض هذا أكيد. الفئه هي كلها ما بدها تصوم مهم. او الفئه هي بدها تصوم. تماما. كل مريض بيكون وضعه غير المريض الثاني يعني. مهم. دكتور، بتعتمدوا على معايير معينة مثلا؟ راجعكم مريض معين عنده حصية، عملت له وظيفة الكلية انه هي وظيفة الكلية جيدة، يعني على موجب بعض الإجراءات والفحوصات السريرية بتسمحوا او ما بتسمحوا، ولا كيف دكتور؟ هلا مثل ما قلت لك امم. يعني مريض عنده استسقاء اها. ولا حصيه صغيره يعني اها. بس قابل للخولانج للتحرك او هدول يعني بدها تتحرك، هدول بدهم ايماها عاده. تماما، تعويض يعني. اكيد ما بده يعرض حياته للخطر. اها. هذا بيمتنع عن الصوم. اما مريض عنده بحصه كبيره بمحلها بالقطب السفلي نفترض اها. وما عملت له اشكال خلال السنوات الماضيه يعني خلال الاشهر الماضيه، يعني فيه يصوم، ما زال عم يشرب مي بشكل جيد، ما عنده خولنج او اي شيء اها. وما انه محتاج لادويه يعني. تماما. تمام. دكتور، يا ترى الفصل بيرتبط بمدى سماحكم للمريض؟ احيانا مثلا بفصل الشتاء يعني بيكون فرصة الحاجة المريض للسوائل ربما تكون اقل، او حتى يعني ساعات الصوم او الصيام تكون اقل. يا ترى هاي كمان عندكم هيك بتاخدوها بعين طبعا الاعتبار؟ هلا في مثل ما امم. المواضيع دائما نسبيه، موضوع امم. الصيام هلا امم. فصل الشتاء اكيد السوائل بتنطرح والتعرق هدول بيكون اخف. امم. هلا فرصه المريض انه يصوم بدها اكثر، فينا نحكي هيك نعم. انه حلو. فرصته للصوم حلو. بتكون اكثر. امم. اما بالصيف عدد الساعات الطويله ممكن 16 17 ساعه بظن اكيد. امم. ممكن التعرق الزائد، الاعياء ممكن تعمل له يكون فرصه الصوم. فينا نقول فرصه الصوم لاي مريض امم. قابل الصوم عاده بفصل الشتاء ممكن تخف. تماما. تمام. تماما. تمام. دكتور، بنهاية اللقاء هذا بنختم هاللقاء عبر الهاتف بنصائح للمرضى الكلية ل بعد الإفطار، للي عم يعني مسموح لهم أنهم يفطروا، يصوموا، وبعد الإفطار كيف الإجراءات اللي يتبعوها، أو نصائح للي عم يعانوا من آلام، أو ربما يكونوا عندهم مشاكل بالكلية وهن مصرين لأنهم يصوموا. بنختم لقائنا بهاي النصائح. متشكر. اه. هلا مم. موضوع الاكثار من السوائل خصوصا مرضى الفصيات مهم. بعد الافطار من 2 ل 3 بنوزعهم على مهم. ساعات، طبعا مو دفعه واحده اكيد، تماما. يعني كل ساعه ساعتين بما لا يقل عن 2. الكاس المي بتجي حوالي 200 ملي يعني. تماما. بنحاول كل فتره كل ساعه كاس مي، مهم. كاسه ونص مي. بنخفف شوي من الكافي يعني القهوه والشاي اللي فيها منبهات. مضرات، نوع من المضرات اكيد، مهم. وكل شيء فيها اوكزالات بنبتعد عنهم هدول. مهم. الملح نخففه شوي، مهم. بعد منا في بيصير عندنا عطش اكيد. حتى تخفيف الملح له تاثيرات ايجابي، تاثير ايجابي بتخفيف الحصيات الكلويه، مهم. ومشان اليوم الثاني ما يصير عندنا عطش يعني حقيقه أكيد. ونحتاج الماء. مهم. بالنهايه هلا صوم صوموا تصحوا اكيد أكيد. ما هيك، بس كمان ما أكيد. بنأذي حالنا تماما. ونتبع الارشادات الطبيه. مهم. والمرضى الكلويين ولو مره ومرتين خلال هالشهر مهم. ويراجعوا اطبائهم مهم. يستشيرون بهالموضوع، بنكون بألف خير اكيد. بنهاية اللقاء بشكرك كتير الدكتور ياسر أحمد على هالمعلومات القيمة. رمضان كريم علينا وعليكم، ألف شكر لكم. الله
الله يخليك، تسلم. شكرا لكم متابعينا ومستمعينا للي تابعونا، بنتمنى انكم استفدتوا من هاللقاء. كان معي عبر الهاتف الدكتور ياسر احمد، اختصاصي بامراض الكليه. موضوعنا كان بخص مرضى الكليه وشهر رمضان وصيام شهر رمضان. بشكر زملائي ارينو بالو ولورين عثمان. كنت معكم انا عماد خلف من وراء الميكروفون. للاسبوع الجاي ضيف جديد وحلقه جديده. تضلوا بخير وسلامه.